محمد بن سلمان يطمئن الجميع على صحة العاهل السعودي. طمأن ولي عهد السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان الجميع اليوم الثلاثاء على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي الأحد الماضي أن الملك سلمان يجري فحوصات طبية جراء التهاب في الرئة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واص. وترأس سمو الأمير محمد بن سلمان جلسات مجلس الوزراء الأسبوع التي عقدت الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها على منصة إكس أن ولي عهد السعودية يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته، راعيا الله وداعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن الأحد أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يجري فحوصات طبية جراء التهابات في الرئة. وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة واص إن العاهل السعودي يجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهابات في الرئة بناء على ما أوصى به العيادة الملكية.